يا سادة، الليلة دي هحكي لكم عن واحدة من أبشع الجرائم اللي حصلت في مصر، ولسه ريحتها طالعة. جريمة هزت حلوان وأوجعت قلوب ناس كتير. حصلت أول ليلة في عيد الفطر، الليلة اللي الناس كلها بتستناها بالفرحة، إلا إن في حد كان بيخطط لجريمة قلبت الفرح لمأتم. بس قبل ما نبدأ، لو أول مرة بتشوفنا انزل اشترك وفعل الجرس وعمل لايك على الفيديو عشان نوصل الحقيقة لكل الناس. ويلا بينا نبدأ القصة المرعبة دي. القصة بدأت مع راجل بسيط اسمه هاني طه، عنده 45 سنة من منطقة أطلس بحلوان. راجل من ذوي الهمم، عنده شلل في رجله الشمال بسبب شلل أطفال، لكنه ما استسلمش. كان شغال في مصنع حديد، وبعرقه قدر يشتري عربية ويشتغل عليها أوبر. هاني كان متجوز من 2 وعايش حياته بهدوء، لحد ما جت ليلة الوقفة وكلمه واحد على الابليكيشن وقال له: أنا ضابط بحري وعايزك توصلني اسكندرية. هاني كلم والدته، قالها على المشوار، لكنها قالت له بحس الأم: يا ابني ما تروحش، قلبي مش مطمن. بس هاني قال لها: يا أمي ده ليله العيد، والمشوار ده هيبقى رزق كويس، أروح وأرجع بسرعة. بس اللي حصل ما كانش لا رزق ولا رجوع. 4 أيام عداوة وهاني مختفي. بنته الكبيرة نزلت بوست على الفيس بتستغيث: بابا مختفي من ليلة الوقفة. الناس اتقلبت، بلغات اتقدمت، وبدأت رحلة البحث. واللي اتكشف بعدها كان صادم. اللي راكب مع هاني مش ضابط ولا نيله، ده طلع اسمه أمير، شاب عنده 27 سنة، منتحل صفة ضابط، ومسجل خطر، قضايا سرقة، اغتصاب، خطف، تاريخ سواد. ومعاه شقيقه كريم شريك في الجرائم دي. هاني وصل أمير لحد شقته في اسكندرية، وأمير قال له: اطلع معايا الشقة أديك الفلوس. هاني طلع، بس ما نزلش تاني. أمير خنقه لأنه ما قدرش يقاوم، وخصوصا إن هاني كان عنده إعاقة. وبعدها كلم أخوه وقال له: تعال نتصرف في الجثة. لفوها في بطانية وحطوها في شنطة عربية هاني، وسرقوا العربية وراحوا على منطقة اسمها جبل ال15 من مايو، وهناك فوق التبة رموا الجثة. بس الموضوع ما وقفش هنا. العربية ظهرت في الرادارات، وتسجل عليها 18 مخالفة مرور خلال أول 3 أيام من العيد. الكاميرات أظهرت عربية هاني، بس فيها حاجة غريبة: الستارة الأمامية مغطية الوشوش، ومرة فيها شخص ومرة فيها 2، لكن الملامح مش واضحة. وبتحقيقات النيابة تم القبض على أمير وأخوه كريم، واعترفوا بالجريمة بالكامل. كمان أرشدوا على محل موبايلات في الموسكي، باعوا فيه موبايل هاني. تم ضبطه، واتضح إن صاحب المحل بريء، ما يعرفش إن الموبايل مسروق. لكن في مفاجأة ثقيلة جدا. خلال التحقيق ظهرت صورة شاب سوداني مختفي من 3 سنين اسمه منذر، كان في مصر، وكان ناوي يشتري عربية من الجمارك في اسكندرية. مين كان بيساعده؟ أيوة، نفس الشخص، أمير. ومن اليوم ده منذر اختفى. أهله قدموا بلاغات واتهموا أمير، لكن محدش وصل لحاجة لحد ما أمير اتقبض، وفتحت تاني قضية منذر. وده يخلينا نسأل: يا ترى الجريمة دي كانت أول مرة، ولا أمير وأخوه ليهم ضحايا تانيين؟ هل منذر اتقتل برضه؟ وهل في جرائم تانية هتطلع للنور بعد القبض عليهم؟ كل دي أسئلة مفتوحة، والنيابة لسه بتحقق. لكن الأكيد إن الليلة دي كانت ليلة دم، مش ليلة عيد. تابعونا علشان نكمل في الحلقات الجاية باقي أسرار المجرم ده، ونتبع قصة منذر، ونشوف هل هتتقفل ولا في مفاجآت تانية لسه مستخبية. وما تنساش اللايك والشير، مهمين علشان الحقيقة توصل لكل الناس.